فيلمنا النهاردة بيبدأ بشاب اسمه ديفيد وهو بيتدرب في السجن، وبعدين بيطلع خارج الزنزانة وبيظهر مجموعة من المساجين عشان يقتلوه. لكن ديفيد بيشتبك معاهم وبيضرب فيهم واحد ورا التاني وبيضربهم كلهم، وبنعرف ان ديفيد قوي جدا في فنون القتالية لحد ما بيقدر يخلص عليهم كلهم. وبعدين بيظهر الضابط أجاشي وهو بيقتل تاجر مخدرات كبير، وبعدين بيطلع وبيجيله تليفون من ديفيد، وديفيد بيقوله انا عاوز ابلغ عن جريمة قتل هنفذها النهاردة. لكن الضابط أجاشي بيضحك وبيفتكر ان ده حد بيهزر معاه، وديفيد بيقوله جملة مش مفهومة وهي انقلاب شتوي سعيد، وبعدين بيفصل في وشه. وفي نفس اليوم رئيس القسم مايكل بيكتشف جريمة قتل بشعة، والضحية بيكون ضابط اسمه فيكتور وهو صاحب مايكل. ومساعد مايكل بيقول ان الجريمة دي مستحيل يكون شخص واحد اللي عمل كده، دول حوالي 6. لكن هنا بيظهر أجاشي وبيقول لهم ان هو شخص واحد بس، وبيقول لمايكل ان القاتل كلمني قبل ما تحصل الجريمة وقال لي هقتل شخص وعشان كده انا جاي احقق في الجريمة. لكن مايكل بيرفض عشان أجاشي له سلوك متوحش في التحقيق. لكن أجاشي بيقوله ان القاتل ده خطير جدا، وبيبدأ يتخيل أجاشي الجريمة وقد ايه ديفيد كان متوحش جدا وهو بيقتل فيكتور. وبعدين ظهر ديفيد وبيفتكر نفسه من 5 سنين وهو منطلق في رحلة لوحده، وفي نفس الوقت بتكون واحدة اسمها سارة منطلقة برضه في نفس الرحلة لوحدها، وبيتقابلوا هما الاتنين في حفلة وبتبدأ ما بينهم نظرات الحب وبيعجبوا ببعض جدا وبيبقوا صحاب. وبعدين بيظهر ديفيد في الحاضر وبيقابل صديقة ليه وبياخد منها جرعة مخدرات كبيرة، وهنا الشرطة بتعرف من تقرير التشريح للجثة ان الضحية خد جرعة كبيرة من المخدرات، وجابوا التاجر اللي بيبيع المخدرات في المنطقة دي، وأجاشي بيستجوبه بطريقته لحد ما بيعترف التاجر، والتاجر بيبدأ يوصف البنت اللي باعلها المخدر وبيقول إنها بنت بيضة وشعرها مجدل، وبيبدأوا في إعطاء الأوامر في البحث عنها. وفي نفس الوقت بيتصل كات على أجاشي من تاني وبيقوله انت مش هتوصل لحاجة من تاجر المخدرات، انت بتضيع وقتك. وبيقوله انا هقتل ضابط تاني في نفس الليلة، وقالوا نفس الجملة اللي قالها قبل كده، انقلاب شتوي سعيد. لكن قدروا انهم يتتبعوا الهاتف وعرفوا مكانه في الساحة، وكان اسمها بانجيم، والساحة دي فيها احتفال ضخم وبتطلع جميع قوات الشرطة على المكان ده. لكن ديفيد خطف الضابط قبل ما يوصل له وبيبدأ يضرب فيه بكل قوة، والضابط بيترجى يسيبه لكن ديفيد بيضرب فيه من غير رحمة وبيدي جرعة مخدرات كبيرة. وهنا بيوصل أجاشي ومايكل، فلاحظ أجاشي إن في كلب بينبح بشكل مش طبيعي، فبيجري بيدخل المنزل، فديفيد رمى الضابط من الشباك وهرب من المكان بسرعة، وأجاشي بيبدأ يدور عليه. لكن ديفيد اتخفى في الزي الرسمي بتاع الحفلة وأجاشي ما بيقدرش يتعرف عليه، وديفيد بيرجع يفتكر الأيام السعيدة اللي عاشها مع حبيبته سارة. وهنا الضابط أجاشي بيعرف إن الضابط اللي مات في الأول والضابط التاني في فريق مكون من 3 ضباط، واشتغلوا في قضايا كتير مع بعض، ومن ضمن القضايا اللي حلها الفريق دي قضية مخدرات، وقبضوا على شاب وتم سجنه 5 سنوات وطلع من السجن امبارح. فعرفوا إن الضحية التالتة هيكون الضابط جايفيد اللي هو تالت واحد في الفريق، وعرفوا إن الضابط جايفيد موجود في الملعب. وفي نفس الوقت بيظهر ديفيد في الملعب وبدأ في مراقبة الضابط جايفيد، وشاف جايفيد وهو نازل من مكان الجمهور عشان يتكلم في التليفون، وديفيد بيمشي وراه عشان يقتله. لكن جايفيد كان عارف اللي هيحصل وعمل فخ كبير لديفيد. وفي نفس الوقت مايكل شاف البنت اللي وصفها تاجر المخدرات فرجع بالسيارة ومشي وراها، وهنا جايفيد بيأمر رجالته انهم يقتلوه. وفي نفس الوقت الكهرباء بتقطع وبدأ ديفيد يقتل فيهم بدون رحمة لوحده لحد ما بيقدر يتخلص من جميع رجالة جايفيد، وجايفيد بيهرب لسطح الملعب. لكن ديفيد بيتمكن انه يمسكه وبدأ يضرب فيه، وفي النهاية بيرميه من سطح الملعب على السيارة، وبعدين بيهرب من الشرطة. وهنا مايكل بيتتبع صاحبة ديفيد اللي اسمها جيسي لحد ما وصل كوخ في الغابة، وجيسي عرفت ان مايكل مراقبها فدخلت الكوخ وبدأت تفضي البنزين في جميع أنحاء الكوخ. ولما دخل مايكل الكوخ اكتشف انها ولعت في النار، ودي في الخطة اللي وضعها ديفيد من أجل الانتقام. ومايكل شاف صورته وهو برضه موجود هناك. في نفس الوقت ديفيد سلم نفسه للضابط أجاشي وقال له إن الليلة دي مش هتنتهي بسهولة ولسه في حاجات كتير هتحصل، وبيقول له سعيدة وبيمسكوا ديفيد وبعدين بياخدوه بسيارة عشان يحققوا معاه. والضابط أجاشي بيقول له أنا حاسس إن أنا شفته قبل كده، وبيرجع ديفيد بالزمن مرة تانية في اليوم اللي سارة كانت هتقول له فيه إنها حامل. وفي نفس الليلة بتشوف سارة بنت بتتخانق مع أولادها في التليفون عشان منعها إنها تروح الحفلات دي، وبنكتشف إن البنت دي تبقى بنت أجاشي وقفلت التليفون. وبعدين أجاشي بيروح الحفلة هناك عشان يقبض على تاجر مخدرات كبير، وتاجر المخدرات أول ما شافهم مسك في سارة وهددهم إنه يقتلها، وبدأ تبادل إطلاق النار ما بينهم لحد ما اتقتل تاجر المخدرات.
لكن بعديها بيكتشف الضابط أجاشي إن بنته اتصابت بطلقة وماتت في الحال، وبعدها أصيب أجاشي بالجنون وتحول لضابط لا يرحم، وكل ما بيعرف إن في حد ليه علاقة بمديرة المخدرات بيقتله. وهنا بيروح يقابل أخوه اللي ما شافوش من مدة، وسارة بتكون منتظراه، لكن لما بيرجع بيقوله إنها راحت البيت. ولما راح لبيت جيسي سمع أصوات غريبة، تكسير وصراخ، وقبل ما يكسر الباب بيعود بالزمن للحاضر مرة تانية وبياخدوا لغرفة التحقيق، لكن بيكتشفوا إنهم ما عندهمش ولا دليل عليه. وأجاشي بيقول لهم نضربه بالنار، لكن مايكل بيرفض عشان ملتزم بتطبيق القانون. ولما قعد مع مايكل بيقوله ليه عملت ده كله، فبيرجع مايكل يفتكر من 5 سنين لما كان بيشك في نفسه انه عنده ضعف جنسي، فكان عاوز يختبر نفسه قبل ما يتجوز، واصحابه دلوه على بنت لانها كانت بتعرض نفسها مقابل مخدرات. لكن لما بيروح مايكل لبيت جيسي كانت جيسي خارج المنزل وسارة هي اللي موجودة، فبيحصل سوء تفاهم بينها وبين مايكل، ومايكل بيفتكرها جيسي وبتتعصب سارة عليه، فبيغضب مايكل وبيضربها وبيصرخ لانه مش راجل. ولما استعاد وعيه كان هيموت سارة، لكن في الوقت ده ديفيد بيقتحم البيت لما سمع وقتها الصراخ وبيتشاجروا مع بعض، لكن مايكل اتغلب عليه عشان كان أقوى منه بكتير وكان هيقتل ديفيد، لكن سارة بتنقذه لآخر لحظة وبتضربه وبيفقد الوعي. وبعدين بيتصلوا بالشرطة، لكن اللي بيرد عليهم الضباط أصحاب مايكل، وراحوا هناك عشان يساعدوا مايكل وخدعوهم وقالوا لهم هناخدكم لمركز الشرطة، لكن بياخدوهم لمكان معزول وبيبدأوا يضربوا فيهم. ومايكل بيدي سارة جرعة كبيرة من المخدرات وبيبصوا عليها وبيقولوا لها نفس الجملة، وهي انقلاب شتوي سعيد. وبعدين بيرموها في نص البحر وبيلفقوا قضية بيع المخدرات الكبيرة لديفيد، واتحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنين. وبعدين بنرجع للحاضر من تاني، ومايكل بيقوله كمان النهاردة هقتلك زي ما قتلت سارة، فبيتعصب ديفيد وبيهجم عليه، لكن العساكر بيمسكوه. ومايكل بيروح لأجاشي وبيقوله أنا موافق إنك تقتله، وأجاشي بيقوله خلي جميع الضباط تمشي وأنا هقتله. وقبل ما بيمشي مايكل بيقول لأجاشي انقلاب شتوي سعيد، وهنا أجاشي بيتصدم لأن دي نفس الجملة اللي بيقولها ديفيد، وهنا أجاشي وهو واخد ديفيد عشان يقتله، فبيقوله انت ليه بتكرر الجملة دي؟ فديفيد بيحكي له كل حاجة من الأول وبيقوله أنا سلمت نفسي عشان أخدع مايكل وأخليه يروح لبيته. وفي نفس الوقت مايكل بيوصل لبيته وبيكون عاوز يقتل مراته عشان فضحته إنه ما بيعرفش وكانت هتنفصل عنه. وفي اللحظة اللي كان هيموتها فيها بيظهر شخص غامض وبيديه جرعة كبيرة من المخدرات، وبيظهر ان الشخص ده هي سارة ولسه على قيد الحياة، وبتفتكر لما جيس شافتهم وهم بيرموها فبتنقذها، لكنها اجهضت الطفل اللي في بطنها وان هي اللي حطت خطة الانتقام الكبيرة دي. وانتظرت ديفيد لما طلع من السجن وبدأ في تنفيذ الخطة، وهنا الضابط أجاشي بيتراجع عن قتل ديفيد لأنه عمل كل ده عشان ينتقم، وفي الآخر بيكمل حياته مع حبيبته سارة.